السلام عليكم خوتي الأعزاز، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. طولت هكا شوية، لا غالب عندي أمور شخصية كيما نقولو حنا، لازمني مش متفرغ كيما نقولو ساعة طون طون كيما نقولو العبد بدا ويجي كيما نقولو حنا ليكم انتم الصرح هذا والمنبر هذا باه ناخذوا نقاشات كيما نقولو حنا ونشوفوا المشاكل تاع الرياضة الجزائرية ونشوفوا المستجدات اللي صايرة. واش راح نقولوا؟ راك عن بالكم اليومين هادو الدنيا تقلبت، ودرت لكم الفيديو السابق باللي راهو بالنسبه لي نكسه ولا انتكاسه ولا ما حطوها كيما تحبوا انتم، حطوها كيما نقول فكتوا كيما حنا في الديكسيونير كيما نقول حنا في لاروس ولا ما، وفكوا كيما نقولوا كلمه اللي تجي ولا اللي تنطبق على الشيء اللي صرا للكره الجزائريه ولا للناس اللي حاكمين الكره الجزائريه. واش نجحوا ما نجحوش توت فاصون واش حنقولوا؟ كاين عندي واحد الاشكال بركا، نسمعوا هذا الانسان هذا ومن بعد نعاودوا نسمعوه بالعقل، نسمعوه واش يهضر برك. بسم الله. عودة الجزائر في المكتب التنفيذي نتاع الكاف هذه، ولو انا جد زعفان على القرارات اللي خداهم رئيس الكاف، وبدون شك راح نتكلم مع انفونتينو على هذا الموضوع هذا، لأنه هو أنتم عارفين زميلي في اللجنة الأولمبية الدولية. غير ممكن أن الناس هذو ما يعطوش القدر اللازم لهذا الأخ وليد سعدي اللي هو عنده كفاءات كبيرة وعنده نزاهة، وانا اكيد بان الامر كان حكايه لوبي، وتكلمنا في الموضوع. والاهم شيء ان الكرسي تاع الجزائر ما يكونش فارغ في الكاف ولا في كل قطر العالم. وكذلك اكيد ان هذا الإليكسيون هذه يعني تاع وليد راح ان شاء الله في المستقبل تكون جد وايجابيه للجزائر وكل الرياضيين وكل المسؤولين تاع الرياضه في الجزائر. السيد رئيس اللجنه ما جاكمش نعاسه؟ قول ما جاكمش نعاس؟ جاكم النعاس. هذه ديكلاراسيون تاع مصطفى بيراف، مصطفى الهفاف اللي نقول لكم نعطيكم انا هذا مصطفى بيراف، هذا مصطفى الهفاف والكذاب. كل مره يخرج لنا خرجه منزي. راني هضرت على الدوسي تاع ليزمودالجي، راني هضرت على واش اسمها ايمان خليف، راني هضرت بصح كاين واحد الاوقات ما هضرش، زاد عليها، زاد على لافير تاع نورين وعمار بن يخلف، هو اللي يهضر مع هذاك الاخر هذاك خير الدين اللي كان حاكم البعثه كيما نقولوا تاع الاولمبيه، اللي قال له لازم تسبوندي، قال له دوموندي يسبونديوه ب 10 سنين، مش 4، هو القانون يقول 4 سنين، هو قال له اكتب انيكري ودوموندي 10 سنين، ايبا سيسبونداو نورين وعمر بن يخلف ب 10 سنين، جامي صرات. وقال لك انا ندافع. وش يقول هذا الانسان هذا يقول باللي راهو انفونتينو صديقي حميمي، هنا وشي ولات رومانسيه اكثر. اسمعوا بيا دوكا، سمعتوه دوكا نجيو كلمه بكلمه، دوكا نجيكم في واحد ديكلاراسيون تاع اللي كان يحامي عليه ولا اللي قاعد يدافع عليه. اسمعوا بيا. بسم الله. عوده الجزائر في المكتب التنفيذي تاع الكاف هذه، قال لك عودة الجزائر المكتب التنفيذي تاع الكاف. كاين بعض من الناس هذوك نجبد لكم يقولوا جماعة الطبلة والزونة والأبواق الناعقة، قال لك عودة الجزائر للمحفل كيما نقولوا حنا الإفريقي بعد غياب من 2017. بصح ما قالوش كيفاه هربنا 2017، ما قالوش الهزيمة النكراء تاع زعيم الكواليس تاعهم سينيور من طرف لقجع، والادهى والامر هذا لقجع شكون يجابوا؟ جابوا هو بعد، جابوا واش اسمه تاعنا محمد روراوه، هو اللي يعمل لي زيليكسيون تاعهم 2015 2017 جا
دوك نجيكم جا صارت عنده خساره كبيره وموديلا 41 ب7 اصوات مع القشع هذا اللي جابوه. وفهموا دوك نقول لكم معاه العام تاعو الاول القشع كي جا خسر معاه محمد روراوه 41 ب7. دوك نجيكم مع واحد الهضره قال لكم الحمد لله كي رجعت للجزائر المحفل الافريقي. ولو انا جد زعفان على ولو انا جد زعفان والله ما تلقوها في القاموس، تلقوهاش خلاص في القاموس. ولو انا جد زعفان هذه ما شفتهاش خلاص. هذه واحده انا قلت لكم كي تسمعوا يجيك النوم قولوا لي يرحم خليتكم نصركم واحد الامر به هو بعد نعطيكيه. القرارات اللي خداهم رئيس الكاف وبدون شكر احنا نتكلم مع قال لك القرارات اللي خداهم رئيس الكاف. دوك نقول لكم القرارات اللي خداهم رئيس الكاف انني قلت لكم عملت فيديو سابق باللي راهو حط 5 نواب معاه، النائب الاول لقجع والاخر تاع الكونغو وتاع الموزمبيق وما عرفت تاع الحاصولي ولوزوط دزبر زي ما كانهاش عماه ما كانهاش. قال هنا القرارات تاعو ما عليهاش واحد جا دخلك في القرارات تاعك انت، واحد جا دخلك في القرارات تاعك انت كي حطيتي واحد ما عندوش نيفو حطيتيه معاك في الاكزيكيتيف، واحد ما تدخل معاك في القرارات فهمت. قال لك من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجاره. انت دخلتي معاك حماد اللي ما عنده حتى نيفو معاك في الاكزيكيتيف تاع لاكنوا، شم واحد هضر معاك واحد ما هضر معاك. هذه واحده نطيروا على هذا الموضوع هذا لان هو انتم عارفين زميلي في اللجنه الاولمبيه الدوليه غير ممكن ان قال لك احنا نهضر مع انفونتينو لانه زميلي في اللجنه الدوليه والوحده، لانه هذا في لاكنوا اوتوماتيك يكون في اللجنه الاولمبيه. وك عن بالكم الحكايه من اللجنه الاولمبيه ما ندخلوش في امر واحد اخر. لا فيفا بريزيدون تاع لا فيفا يكون اوتوماتيك في اللجنه الاولمبيه. معليش كي راح تهضر معاه انت تبعني بيان راح تهضر مع افونتينو تقول له شوف لنا كيفاه سيخونا ما حطوش في كيما نقولوا احد اعضاء ولا احد النواب وش اسمه تاعنا هذا موتسيبي نشوفوا واش يرجع له. الناس هذو ما يعطوش القدر اللازم لهذا الاخ. قالوا يقول له بلي الناس هذوما يحكي عن موتسيبي ما عطاوش القدر اللازم للاخ شكون وليد صادي. وعلاه يعطوها قدر؟ هو مش مقدر روحه كيف يعطوها قدر؟ كيف يعطوها قدر وهو مش مؤهل للقدر؟ اسمع مش قال لك دخول الحمام زي خروج ولا منع كيفاه حليتوا له طريق في اللافاف نحيتوا له كيما قلت لكم ايغيل مزيان وش عنده باجاج وهذه يتحملها تبقى لك في التاريخ يا علي مالك، تبقى لك في التاريخ. والحمد لله ربي سبحانه في نهاره دخلتني من هنا دخل وليد صادي من هنا اعطاك بكتبي من هنا تبقى لك في التاريخ. قالها لك وش اسمه ايغيل قال لك تبقى لك في التاريخ وتبقى لك قعار في جبينك. خرجتي بواحد الصفه وش نقول له ليسونسيال. انت السيد ما عندوش نيفو دخلتوه لافاف، زيد ما عندوش نيفو نحيتوا له الممثل تاع تونس بامر دبلوماسي ودخل الكوماكس. بصح في الكوماكس اخويا اللي عندك هنا عندك هنا عندك الباجاج تاعك عندك القرايه تاعك ما كانش المعرفه، عندك القرايه تاعك عندك الدبلوم تاعك عندك الكاريزما تاعك. العربيه ما تنجمش تهضرها يا ناس اتقوا الله. ومش احنا ضد السيد هذاك احنا راهو السيد هذا كي حطوه الناس كي حطوه راهم فزوا النظره والصوره تاع الجزائر. الجزائر كعبالكم اليشان انترناسيونال في الامم المتحده وفي اليونسكو وما نعرف في عمر بوسواق وفي الافريقيا وفي الاتحاد الافريقي والاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي. تعرفوا القيمه تاع الجزائر دخلتوا لها واحد كيما هذا هاو قال لك ما عطاوهاش قيمه.
حطها في مخكم ما كنتم. وليد سعدي اللي هو عنده كفاءات كبيرة وعنده أي كفاءة اللي قاعد تحكي قال عنده كفاءة كبيرة؟ أي كفاءة اللي عنده؟ نتحداك لكن عنده كفاءة. كفاءة في لاجيسيون ما خدمش لاجيسيون، خدم جيسيون كعن باكي قلت لكم ماناجر. الناس اللي عندهم كفاءة نحيتوهم. انت دولي صادية ودخل زيرو ودخل صفر صوت الكوماكس. وقلت وانا كتبت لكم انا قلت لكم واحد الوقت تاع نيوز هذيك فكرتوني وين ديكلارا او ديكلارا في تزاير نيوز. تزاير نيوز تاع من تاعي هي باينه تاع من لازم يخرج واحد يدافع عن رداءه يكون رديء كيفه ولا اكثر منه. هذا خرج يدافع عن رداءه ما يهمش. انت راهو دخل الكوميكس بزيرو صوت. وش اسمه تاعنا لقشع طلع بات خلف الاكزيكيتيف تاع لافيفا ب 49 صوت من 54. وش اسمه ولي صادي يفوت عليه. شوف هنا 49 دولة مع لقشع وانت صفر دولة معاه. بار كونتر كي كان نحيتوا الناس مالقي يعني قلت لكم غلطة كبيرة لا تغتفر. رحتوا نحيتوا بهلول اللي دار 22 صوت والاخر دار 24 الشلماني بفعل فاعل تاعنا احنا. من بعد دخل وش اسمه تاعنا عبد الوهاب زفيزف اللي دار 15 صوت منهم الصوت تاع موتسيبي هو جاب 14 صوت. 14 صوت يعني معناتها 14 دولة. اسمع جاي زفزاف او السيدة موسية او كيما احنا راجل دولة او عنده شو وين كان عنده لا لونغ فرونساز انجلي وعربية. عربية كي يقول عربية براتيكاها كيما احنا ويتقنها. توا لونغ نحيتوه وجبته وليد صادي اللي ما عنده حتى مستوى لا اكاديمي لا كيما احنا كيما احنا تبوأ مناصب الى اليارشي كيما احنا من تحت وجا طالع الفوق لا والو. جبتوه باراشيتي وحطيتوه نزاهة وانا اكيد بان وش من نزاهة وش من نزاهة وش من نزاهة. سبحان الله كون جات عنده نزاهة ما يلعبوش اللعبة ويكرتيو الناس. النزاهة اني تدخل نكون معكم كيمو ديريكت. هما وش من نزاهة تلمهم الخوف نحول له كلش. انا قلت نحول له تاع هنا زي بدخل لافاف زاد نحول له تاع تونس بدخل كوماكس بس وقت الصح ما بان والو. الامر كان حكاية لوبي وتكلمنا في الموضوع. قال لك الامر حكاية لوبي. اقسم بالله اللوبي هو انتم. اللوبي انك انت وقفتي الليم ناسيونال تاع بني سوس. اللوبي انت اللي رحتي الماجر وكرموك في الماجر وعن بالك باللي راهو الدولة المجارية اول دولة في الاوروب اللي تساند وواقفة مع بني سوس. اللوبي انك رحتي المالي وكرمك تاع الانقلابي تاع مالي واللي دركا راهو ضد الدولة تاعك وحابين يخمجوا البلاد. اللوبي انك رحتي كرمتي عندنا مشاكل كبيره مع فرنسا ورحتي كرمتي وزيره الرياضه الفرنسيه هنا في الجزائر. شكون عنده اللوبي انت ولا تحكي على موسيقى جماعه من بعد قلدوكم خارجين فيها طايطاي. اللوبي اهم شيء ان الكرسي تاع الجزائر ما يكونش شارك في الكرة. الاهم شيء انه الكرسي تاع الجزائر ما يكونش شاغل. معليش والله روح معاه ما يكونش بس حيكون معبي بواحد كفاءة مش معبي واحد يروح يسخن الكرسي ويجي خارج. فهمت؟ كيما انت الكرسي اللي قاعد فيه تقريبا 30 سنة ولا ما عرف قداه وانت قاعد في الكرسي هذاك حتى كي يخرج من اللجنة الأولمبية خليتي المرسونير تاعك وانت دوكك في لاكنوا هو قاعد نشوف واش قاعد دير. لاكنوا البيرو تاعك هنا في الجزائر والبيرو تاع الجزائر نورمالمون تسلكوا لاكنوا معطينه لك بلاش. لا فيلا اللي في حيدر وما نعرف وين كعن بالك تاعك وحاطها للكرا. هنا ما تقوليش لوبي لانكم انتم اللوبي.
ولا في كل قطر العالم. وكذلك أكيد أن هذا الإلكسيون هذه يعني بالله عليكم يرحم والديكم، لكن هذا مسؤول وحاكم، حاكم اتحادية كبيرة ولا لجنة كبيرة عالميا بالمستوى هذا والهضره تاعو. انت كي قاعد تقول دوك نروحوا ريكلامي على صادي عند افونتينو، انا حتى كي تروح تريكلامي ينحيوهم ما ينحيوهاش. كي تحب انت توقف مع وليد صادي تاعك الماكسيونير تاعك، او قبل تعطيلو التيران، او قبل، او مش بعد ما طاحت الفاس في الراس. ما تجوش تطيشوا علينا كي نقول دق الرماد في العيون، ما تكافيوناش. كي تحب تخدم له قبل، مش بعد ما طاحت الفاس في الراس وتقول لك روح نهضر مع فونتين. مش حيقول لك فونتين؟ يقول لك او قالها لك موتسيبي كي راح المغرب. هم عندهم 1000 تورنوا كل مره يديروا لنا تورنوا، او عندهم فوتسال، وعندهم U17 كوب دافريك، وعندهم كوب دافريك تاع النساء، وعندهم الاخ فين فوتسال وراح تما. واش قال لك؟ قال لهم نشكر الملك ولا المحمد الخامس ولا ما نعرفوش اسمه هذا محسيس، نشكر لانه عطانا واحد ذو قيمه، واحد وش هي ذو قيمه علميه واداريه وما نعرفوش هي هنا، وعطاكم شاك سينيالكم باللي راهو وش اسمه هذا الاخشر عنده قيمه. يا جزائريين يا جزائر انتم اللي بعتوهن ما يسواش ببصره. يا الحكايه تاعهم هنا طب ما تكافيوناش. انت قال لكم وليد صادي قال لكم اني حضرت مع وش اسمه مع الاخر. اسمع، لقيت البارح اتصال من رئيس الفيفا جاني انفانتينو، كان متواجد في نيويورك واتصل بي عبر الهاتف الذي هناني بالفوز واعطاني موعد انه نلتقي. نظن انه راح نتلاقي في باريس الاسبوع القادم ان شاء الله. سيد جاني قال له اتصل بي انفانتينو وهضر معايا كومينيكاسيون كيما نقولوا ديريكت بالهاتف، بهضر معاه بالشلوح، هضر معاك بالتركيه، هضر معاك بالقبيليه، هضر معاك بالعربيه، بهضر معاه. سيدي يهضر انجليزي يهضر فرنسي، وانت ما كيما حنا ما تهضر لا فرنسيه ما تهضر عربيه ما تهضرهاش، ما بالك الانجلي. وقال له هنا قال باللي راهو او عيطي من نيويورك راح نتقابلوا في باريس السمانه الجايه. باك طف عليه التليفون، كيف تقول له نقابلوا السمانه الجايه؟ انفانتينو اول محطه كانت في انطلاقته في الحمله الانتخابيه في العهده الاولى لرئاسه الفيفا، انطلق من الجزائر تتذكرون في 2015. يعني كانت عندنا علاقه طيبه. من ذلك الوقت العلاقه بقت جد متينه، والدليل على ذلك انه اتصل بي عبر الهاتف الخاص وعرب لي دعمه الكامل. نعم، قال لك عرب علي دعمه الكامل. هضر معاه. انتم كي جاكم افونتينو حب يخدم هنا ما خليتوهش، بعتوه للماروك. هاو كلش في الماروك، حوايج تاعنا كل في الماروك. قال له هضر معايا افونتينو وقال لي واحنا عملنا له بدا الوحده تاعو 2015. هاو بدا الوحده 2015 مش جديده من عنده، ها بداوها جيران السوء. لا حول. قال لك ان لم تستحي فافعل ما شئت. سلام.